صاحيه النهارده نفسي في تورلي باللحمه في الفرن من بتاع امهاتنا اللي طعمه وريحته بترجعنا كده لاحلى ايام. فتعالوا نعمله مع بعض. هنسخن الطاسه ونحط فيها شويه زيت وننزل ببصلايه متقطعه مكعبات صغيره. هنشوح البصلايه لحد ما يدوبك كده لونها يتغير او تصفر شويه. هننزل بقطع لحم مقطعينها صغيره عشان تستوي بسرعه ونديها صدمه مع البصل ونبدا نشوحها دقيقتين بس كده، ونبدا ننزل بالبهارات عشان تتشوح مع اللحمه، بتدي طعم حلو قوي. هنحط فلفل اسمر بهارات لحمه وبابريكا وبصل بودر، نديها تشويحه مع اللحمه دقيقه كمان. هنضيف مكعبات من البطاطس ونشوحها شويه كده مع اللحمه، مهمه قوي الخطوه دي. وبعدين انزلوا باي خضار عندكم بتحبوه. انا ضفت جزر وفلفل احمر حلو وبسله مجمده، ممكن تضيفوا كوسه او فلفل اخضر رومي، اي خضار بيبقى خطير في التورلي. نشوح بقى الخضار كله مع بعضه وبعدين نضيف عليه عصير طماطم، حوالي كوبايتين من عصير الطماطم الفريش. والمكون اللي بيدي التورلي طعم حلو قوي هو معجون الفلفل الاحمر الحلو، ضيفوا منه معلقه صغيره او معلقتين. هنزود الكلام ده كله بشويه ميه ونغطي عليه ونسيبه يغلي لحد ما يستوي بنسبه حوالي كده 60%. بعدين بقى نحطه في اي حاجه مناسبه تخش الفرن ونقفله كويس قوي، سواء بغطا او ورق فويل، ونسيبه على حراره 200 لحد ما يستوي واللحمه تستوي على الاخر. في الاخر كده نولع الشوايه عشان ياخد وش حلو. قدموه مع رز ابيض او رز بالشعريه زي ما تحبوا، بالهنا والشفا.